مرحبا فيكم من جديد. اليوم بدنا نحكي عن الحلقات السابقة وبدنا نحكي عن العرض الترويجي للحلقة الخامسة. بدنا ندمج شوية أحداث من الحلقات السابقة وشو ممكن يصير بالحلقة الخامسة وفيما بعد. أول شيء بدنا نحكي عنه هو راندال. راندال وبقائه حي ما كانت مجرد صدفة. بالحلقة الماضية كنا متأكدين إنه راندال انتهى بعد ما تركوا بويد فريسة للمخلوقات، بس المخلوقات قررت تخلي راندال عايش، وهالشي ما عبثي على فكرة. فكرة بقاء راندال على قيد الحياة كانت خطوة مدروسة، لأن المخلوقات صارت تعتمد على الخطط النفسية أكثر من الهجمات الجسدية. القرار بيوضح أن المخلوقات عندها استراتيجيات جديدة، خليها تخلخلهم من جوا، يعني تزعزعهم. بقاء راندال الحي خصوصا بعد ما تركوا بويد رح يولد كتير توتر كبير بين سكان البلدة، خاصة أنه الناس بلشوا يفقدوا الثقة ببعض. لما البلدة شافت إنه تابيثا قدرت تطلع وترجع على البلدة، بلشوا يفكروا ليش نحن ما بنقدر نعمل مثلها. وهون العرض الترويجي وضح كيف الناس صاروا بحالة ذعر. تابيثا صارت بالنسبة لهم دليل إنه في مخرج، بس بويد يلي بيعرف إنه الأمور ما بهالسهولة بيحاول يمسك الأمور بإيده، بيقول للناس روقوا شوي. ليش؟ لأنه المخلوقات ما رح تتركهم يطلعوا بسهولة، ورح يستمروا يلعبوا على نقاط ضعف. فيكتور وذكريات الماضي، الشبح يلي بيعيش معه. فيكتور واحد من أهم الشخصيات بالموسم، خاصة إنه عاش المذبحة البلدة لما كان طفل. هو الشخص الوحيد اللي عنده مفاتيح لفهم يلي صار ويلي ممكن يصير. بالعرض الترويجي منشوف إنه بيتم إخباره إنه والده رجع. تخيلوا شعور فيكتور، والده يلي فقده من 30 سنة ويلي كان بيعتقد إنه مات رجع فجأة. بس الفكرة ما بهالبساطة، حتى لو رجع والده، فيكتور ما بيعرف كيف يتعامل معه. هو صحيح شكله شخص كبير، بس عقله ونفسيته لسه فيهم أثر الطفولة المدمرة. هالشي بيزيد من تعقيد شخصية فيكتور، لأنه عم يحاول يفهم شو اللي صار بالماضي وكيف يقدر يستخدم هالذكريات ليفهم شو اللي جاي. والده ممكن يكون مفتاح لفهم كتير من الأسرار، بس كمان رح يولد عنده مشاعر متناقضة وتوتر كبير بين الماضي والحاضر. تابيثا والشجرة الغامضة، طريقة هروب ولا فخ؟ تابيثا بالحلقات السابقة قدرت تلاقي طريقة للخروج، وهالشي خلى الناس بالبلدة يتساءلوا إذا هي قدرت تطلع ليش ما بنقدر نحن كمان. بس العرض الترويجي وضح إنه هالشي ما بسيط. تابيثا قررت ترجع للشجرة يلي كانت السبب بخروجها، وتاخد معها جيد يلي بيعتبر عبقري بالفهم والتحليل. جيد وتابيثا بيحاولوا يجمعوا معلومات ويحللوا الرموز اللي موجودة على الشجرة والزجاجات المعلقة عليها. بس السؤال الكبير، هل فعلا هذا هو طريق للهروب ولا فخ تاني منصوب من قبل المخلوق؟ البلدة عم تعيش حالة من التوتر، وناس كتير مستعدين ياخدوا المخاطرة ويطلعوا، بس بويد عم يحاول يمسكهم ويقول لهم هدوا شوي، ما فينا نندفع بدون خطة. لأن ببساطة اللي صار مع تابيثا ممكن يكون مجرد استثناء، والمخلوقات ما راح تخليهم يطلعوا بسهولة. فاطمة والتحول الغامض اللي عم تمر فيه. فاطمة من الشخصيات اللي عم تمر بتغيرات مخيفة، جدا مخيفة. شفناها عم تفقد جزء من إنسانيتها بشكل تدريجي. أول شي فقدت سنة، بعدين أكلت من المحاصيل الفاسدة، وأخيرا شربت دم نيكي. هون السؤال يلي بيطرح نفسه، هل التحولات اللي عم تمر فيها هي بداية لتصير واحدة من المخلوقات، أو في أمل إذا قدرت تطلع من البلدة هالتحولات رح توقف؟ فاطمة عم تعيش صراع داخلي، لأنه خايفة إنه هالتغيرات تسيطر عليها بالكامل. العلاقة بينه وبين إيليس ممكن تكون محور مهم بالأحداث الجاية، لأنه إيليس رح يتأثر بالتغييرات اللي عم تصير معه، وهالشي رح يزيد التوتر بين الشخصيات. البلدة على حافة الانهيار، اللي شفناه بالحلقة الماضية وبالعرض الترويجي القادم هو إنه البلدة على وشك الانهيار. الناس صاروا مقتنعين إنه في طريق للهروب، بس الحقيقة أصعب بكتير من مجرد الهروب. المخلوقات عم تستخدم استراتيجيات نفسية متطورة جدا، وعم تخلق حالة من الذعر والانقسام بين سكان البلدة. بقاء راندا الحي، رجوع تابيثا، وتحولات فاطمة كلها مؤشرات على إنه في شيء كبير عم ينطبخ بالخفاء. والمخلوقات عم تستغل كل ثغرة نفسية موجودة لتفكيك وحدة البلدة. المخلوقات ما عادوا وحوش بدائيين، صار عندهم استراتيجيات نفسية عميقة، وهالشي عم يخلق حالة من الشك والخوف بين سكان البلدة. كل شخص عنده صراع داخلي. راندا الغاضب وبده ينتقم، فيكتور عم يحاول يواجه ماضيه ويستعيد ذكرياته،
تابثة عم تحاول تفهم طبيعة الشجرة يلي رجعت منها، وفاطمة عم تمر بعملية تحول غامضة. وهذا الفيديو تبعنا لليوم. إذا عجبكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم فيديوهاتنا الجديدة، وحطوا لنا بالتعليقات شو رأيكم أنتو وشو ممكن يصير بالحلقات القادمة.